تخيل تبقى غول مرعب وكل طموحك في الحياة إنك تعيش أنتخة في هدوء، وفجأة تلاقي بيتك اتحول لموقف ميكروباصات لكل الكائنات السحرية المشردة. وقبل ما نشوف شريك هيتصرف ازاي في سوق الجمعة اللي اتفتح عنده ده، انزل اخبط اللايك المتين واشترك في القناة حالا عشان ما يفوتكش أي تحديث. خلصت؟ تسلم ايدك. بيبدأ فيلمنا بكتاب عتيق بيتقلب قدامنا وبيحكي عن أميرة زي القمر لبست لعنة محبوسة بسببها في برج عالي، وفوق البيعة بيحرسها تنين غشيم ما بيتفهمش، والحل الوحيد عشان تفك النحس ده هو الحب الحقيقي. يا عيني على جو الروايات اللي ما بيأكلش عيش ده. بنروح بعدها لأرض الواقع وبنشوف شريك غول أخضر عايش لوحده في المستنقع، بياكل وبيشرب ومقضيها حمام طين ومزاج عالي، وعايش في الكومفورت زون بتاعته، لا دوشة ولا وجع دماغ ولا بشر يرخموا عليه. باختصار دي الجنة بالنسبة له. لكن يا فرحة ما تمت، بيقتحم خلوته دي شوية كرويين عاملين فيها أبطال مجمعين بعض وماشيين بالمشاعل ورايحين له عشان يخلصوا العالم من شره زي ما هم فاهمين. ولما بيقربوا من البيت بيبصوا لبعض انهم يمسكوا اعصابهم عشان الغول ده لو شم ريحة خوفهم هيعمل منهم شاورما. وفي اللحظة دي بيظهر شريك من وراهم بمنتهى البرود وبيشارك في الحوار، وبيقول لهم ان اللي هم خايفين منه ده لعب عيال جنب اللي هو ممكن يعملوا فيهم بجد. فبتخبط ركابهم في بعضها اول ما بيشوفوه، وساعتها واحد منهم بيحاول يعمل فيها شجاع وبيرفع المشعل في وشه، لكن شريك بيطفي النار بصوابعه ولا كأنه بيطفي شمعة، وبيعمل لهم نمرة رعب كده على خفيف. فبياخدوا ديلهم في اسنانهم وبيطيروا من قدامه، تقولوا الشفا عفريت. المهم بعدها بنروح لقلب الغابة، وهناك بنشوف حراس المملكة عاملين حملة تمشيط وبيشتروا المخلوقات العجيبة من أصحابهم عشان ينظفوا المملكة من أي حاجة مش على هواهم. ووسط المعجنة دي بيظهر دونكي، حمار غلبان مشغل وضع الصامت وعامل نفسه أخرس عشان يخلع من المساءلة القانونية، لكن بالصدفة بتقع عليه بودرة سحرية من جنية كانت محبوسة بالغلط في برطمان، فبيبدأ يطير في الجو ولا كأنه مركب نفاثات، ومن كتر الانشكاح لسانه بيفلت وبيزعق فيهم وبيعرفوا وقتها انه بيتكلم وكمان بيطير. بس يا فرحة ما تمت، مفعول السحر بيخلص في ثانية فبيقع على الأرض. هبوط التراري مش في مصلحته نهائي، وبسرعة بيفتح السبرنت وبيجري عشان يلحق نفسه قبل ما الحرس يعملوا معاه الصح. وبيدخل دونكي وسط الغابة، وهناك بيلمح طوق النجاة بتاعه. شريك واقف بعرضه وطوله، فبياخد القرار في لحظة وبيجري يستخبى في ظهره، وبمجرد ما الحراس بيشوفوا شريك بيترعبوا وبيتبخروا من المكان في ثانية. وساعتها بينبهر دونكي بالأداء العالي ده، وبيبدأ وصل التطبيل معتبرة لشريك وبيمجده على شجاعته، وبيقرر انه خلاص لقى البيست فريند المنتظر اللي هيحميه، وبيحاول يلزق له عشان ما يبقاش وحيد تاني. لكن للأسف شريك مش بتاع صحاب، والوحدة عنده لايف ستايل مقدس، فبيصد وبيقول له يفتح الله، وبيرفض تماما فكرة انه يشاركه السكن في المستنقع او حتى يمشي معاه خطوة زيادة. فبيقرر دونكي يشغل وضع اللزقة ويعمل نفسه من بنها ولا كأنه سامع، وبيفضل يفتح مواضيع ويحور عليه لحد ما شريك بيجيب اخره. فبيستسلم شريك قدام زنه وبيشتري دماغه وبيوافق انه يبات، لكن بشرط واحد وحازم: مكانك بره البيت مش جوه. بالليل بيقعد شريك جوه بيته في قمة الروقان، بينقنق في عشاء غريب وهو عايش اللحظة ومستمتع بالوحدة اللي رجعت. أخيرا مفيش دوشة، وده على عكس دونكي اللي بنشوفه قاعد بره في الطل بيتكتك من البرد، وشريك ولا شغله ولا معبره. فجأة بيلاقي شريك نفسه وسط مجموعة فيران بتقسم أكله على بعض، وبيتفاجئ بتابوت الأميرة النائمة بيتحط قدامه على الترابيزة بدل الطبق الرئيسي. فبيقوم هو ودمه مغلي وبيطلب من الأقزام السبع يشيلوها فورا، لكن الأقزام بيردوا بقلة حيلة إن سنو وايت احتلت السرير ومش لاقيين حتة يحطوا فيها المرحومة. وفي لحظة بيكتشف شريك إنه بقى محاصر بسيرك قومي، أقزام وساحرات ودباديب، وحتى الذئب الشرير لابس بيجامة تيتا وقاعد له على السرير. وبنعرف إن اللورد فاركواد هو اللي رحلهم كلهم على المستنقع إجباري عشان ينظف مملكته. فبيقرر شريك إنه مش هيسكت على الاحتلال ده، وهيروح لفاركواد بنفسه يخليه يرجع الضيوف التقيلة دي مكان ما جابهم. وبيسأل الجموع الغفيرة: حد هنا يعرف السكة؟ فالكل بيعمل نفسه ميت ومحدش بينطق إلا دونكي اللي بيتنطط وبيقول له أنا أعرف. شريك بيحاول يزوغ منه لأنه عارف إن ده عبارة عن راديو شغال ما بيفصلش، لكن للأسف دونكي ماسك فيه زي اللبانة. وفي النهاية بيضطر شريك يوافق ياخده معاه عشان هو الوحيد اللي حافظ اللوكيشن.
شر لابد منه. على الناحية التانية بنشوف اللورد فاركواد، راجل طول علبة الكبريت بس طموحه واصل للسحاب، بيحلم انه يركب العرش ويبقى ملك بأي طريقة، والحل الوحيد قدامه انه ينسب نفسه الأميرة من العيلة المالكة. وبيقف قدام مراية سحرية عاملة زي ابليكيشن تعارف، فبتبدأ تعرض عليه الاختيارات: سندريلا، سنو وايت، ولا الأميرة فيونا. اللورد ما بيفكرش كتير وبنلاقي جنوده بيشاوروا على فيونا، فبيوافق فورا ولا كأنه بيشتري قميص، لأن اللي شاغل باله هو الكرسي مش النصيب. لكن بما انه برنس وما بيحبش يبهدل ايده، بيقرر يعمل مسابقة بين جنوده عشان ينقي اكتر واحد قلبه ميت، ويكلفه بمهمة انتحارية يروح يخلص فيونا من القصر المسكون ويجيبها له على الجاهز، وهو يقعد يظبط البدلة للفرح. لو بتحب النوع ده من الشخصيات اللي عاملة عنتر وهي فرفور، قول لنا في الكومنتات، ويلا بينا نشوف مين اللي هيقع عليه الاختيار. تاني يوم الصبح بيوصل شريك ودونكي لأبواب المملكة، وبيكتشفوا ان الشوارع سداح مداح وما فيش صرصور ماشي في السكة، فبيستغربوا جدا ايه اللي خلى المدينة تقلب مدينة أشباح فجأة. وبيفضلوا يتمشوا وهم تايهين في ملكوت الله، لحد ما بيبدأ يوصل لمسامعهم صوت زحمة ووجع دماغ، وكأن في ماتش كرة للمنتخب شغال. وبمجرد ما بيدخلوا من السور بيلاقوا شعب المملكة كله متجمع في ساحة قتالية، واللورد فاركواد عامل مهرجان الضرب الحر بين جنوده. وبنعرف بعدها ان اللورد قرر يعمل تصفية عشان ينقي الجندي اللي بايع عمره ويكلفه بمهمة انتحارية لإنقاذ الأميرة فيونا من القلعة اللي بيحرسها التنين. وقتها الكل بيبقى حابس أنفاسه، وقبل ما المسابقة تخلص بيظهر شريك بطلته المهيبة اللي قلبت كيان الساحة كلها. يا ترى شريك هيدخل الخناقة دي بجد ولا هيكتفي بالفرجة؟ تحب أكمل لك اللي حصل في الساحة؟ وبمجرد ما بيدخل شريك للساحة بيسكت الكل والرهبة بتملى المكان. وفي اللحظة دي فاركواد بيقرر يقلبها سبوبة ويقول لجنوده: اللي هيخلص على الغول ده هو اللي هيبقى البطل المختار. يا خبيث، بيضرب عصفورين بحجر. لكن طبعا محدش فيهم قد الوحش الأخضر، بيبدأ يلعب مصارعة حرة وبيغلبهم في ثواني وبكل سهولة، ولا كأنه بيلعب جيم فيفا مع أطفال. ناس دي جاية تهزر ولا إيه؟ ساعتها عيون فاركواد بتلمع بذكاء، وبيفكر في ديل جديد لما بيعرف إن شريك مش جاي يضرب حد، ده بس عايز ينظف مستنقعه اللي اتزحم بمخلوقات ما يعرفهاش. وبيبان المكر على وش اللورد وهو بيقول له: ماشي يا بطل، هرجع لك مملكتك والهدوء بتاعك، بس بشرط واحد، تروح تجيب لي الأميرة فيونا من البرج اللي بيحرسه التنين، وساعتها المستنقع يبقى ملكك لوحدك. فبيقرر شريك إنه يوافق عشان يخلص من الصداع اللي في بيته. وده اللي بيخلينا نسأل: هل الغول والحمار هيقدروا فعلا على تنين بيطلع نار من بقه؟ وبيقرر يشد الرحال هو ودونكي للقصر، وده طبعا لأن دونكي فارض نفسه كالعادة وماشي معاه إجباري عشان يخلصوا المهمة ويرجعوا فيونا للمملكة. وبيفضل دونكي طول السكة شغال راديو FM ما بيفصلش، رغي وكلام في أي حاجة وكل حاجة من غير ما يزهق، لحد ما شريك بيجيب آخره، فبيقول له بملل: أنا دلوقتي بس عرفت ليه الحمار أحسن له يسكت وما يفتحش بقه. لكن دونكي طبعا جبل وما بيحسش ولا الكلام بيأثر فيه، وبيكمل وصلة الرغي العقابي بتاعه وهما ماشيين ولا كأن في حاجة حصلت. وساعتها بنشوف شريك وهو بيحاول يصبر نفسه على الابتلاء ده، لأن المشوار لسه طويل والقلعة شكلها ما بيطمنش. وبعد أيام من المرمطة في السكة بيلاقوا نفسهم قدام القلعة، والمفاجأة إن بوابة الدخول عبارة عن جسر خشبي متهالك تحته بركة نار بتغلي، أجواء شوي وطواجن. في اللحظة دي دونكي بيفرمل مكانه وبيجيله بانيك أتاك من فكرة إنه يتحول لحمار مشوي على الفحم، لكن شريك قلبه ميت ولا بتفرق معاه التفاصيل دي، وبيبدأ يعدي ببرود أعصاب، وبيجرجر دونكي وراه وبيحاول يثبته بكلمتين: ما تبصش تحتك وامشي عدل. ولما بيستجيب دونكي وبيقرر يعمل فيها شجاع، فجأة خشبة من الجسر بتتكسر تحت. يا ستار يا رب! فبيمسك في الحبال وروحه بتنسحب منه، وبيحس إن قرار المغامرة ده كان أكبر غلطة في حياته. وعشان شريك خلقه ضيق وعايز ينجز السبوبة دي ويروح، بيساعده يعدي للناحية التانية زق، وبيدخلوا أخيرا لقلب القلعة الصامتة. ساعتها بيلمح شريك درع قديم، فبيقرر يلبس الخوذة بتاعته فورا، مش عشان الأمان، لا ده تكنيك عشان يداري الكاريزما المرعبة بتاعته والأميرة ما تطبش ساكتة أول ما تشوف. وبيبدأ يوزع الأدوار، وبيطلب من دونكي يروح يدور على السلالم المؤدية للبرج العالي، بس بيحذره وبيقوله: إياك تعمل صوت وتصحي التنين، خليك نينجا. وهو هيروح يفتش في الناحية التانية، ولسه بيقول يا هادي وهيدور على السلم، بيلاقي دونكي راجع له بظهره بسرعة 100 حصان، ووراه التنين حالف ما يسيبه. فبيحاول شريك يعمل فيها حائط صد ويموه التنين، لكن التنين ما بيتفهمش، وبحركة ديل واحدة بيديله توصيلة مجانية طيار لحد أوضة الأميرة مباشرة من غير أسانسير بقى ولا تعب قلب. وبمجرد ما فيونا بتحس بالدوشة بتنبهر إن فارس أحلامها وصل أخيرا، وبتظبط نفسها
نفسها بسرعة وبتنام وبتعمل وضعية الجميلة النائمة وفي ايدها الورد، مستنية بقى اللحظة الرومانسية الموعودة. بس شريك مش بتاع رومانتيك، بيمسكها ويرجها كأنه بيصحي واحد صاحبه للمدرسة عشان يتأكد انها عايشة، وبيقول لها اصحي يا هانم ورانا مشوار. بتفتح فيونا عينيها وهي في قمة الذهول، اللي هو فين السيناريو وفين نظرة الحب. فبيشدها شريك من ايدها وبيجري بيها ولا كأنه خاطفها. فبتسأله وهي مصدومة طب مفيش بيت شعر، مفيش أغنية عاطفية؟ ولما بتكتشف انه ما دخلش مع التنين في معركة بالسيف زي باقي الفرسان، بتسأله باستنكار انتوا ما حاربتوش ليه؟ فبيرد شريك ببرود الفرسان اللي عملوا فيها أبطال اتحولوا لكفتة مشوية بره. وبيجري شريك عشان ينقذ دونكي من مصيره المحتوم. فبتوقفه فيونا وهي في قمة الذهول وبتقوله حمار؟ هو في أمير هاي كلاس بيتحرك بحمار؟ فبيطنش شريك الاعتراضات دي وبيدخل بسرعة يشوف صاحبه، وهناك بينصدم من المشهد العبثي. دونكي قاعد ولا كأنه في لقاء رومانسي، وبنكتشف فجأة إن التنين المرعب ده طلع أنثى ومشاعرها فياضة، وده لأن دونكي شغل الاسطوانة بتاعته وفضل يثبتها بكلمتين حلوين عشان ما تاكلوش، والنتيجة إنها وقعت لشوشتها في دباديبه وقررت إنه هو عريس لقطة. وبيتحرك شريك بسرعة البرق عشان يلحق دونكي قبل ما يدخل القفص حرفيا، وبيستغل إن العروسة مشغولة في ترتيبات الفرح، وبيتشعلق في سلسلة حديد ضخمة نازلة من السقف، وبحركة بهلوانية بينزل بيها. فبتلبس التنينة طوق حديد في رقبتها غصبا عنها. بيخطف شريك الأميرة ودونكي وبيقول لهم فوكو. فبيفتحوا سبرنت عالمي في الممرات، لكن التنينة ما بتسكتش وبتفضل تطاردهم، والنار طالعة من كل حتة وهم بيجروا زي الفراخ الدايخة وسط المتاهة دي. ووقتها بتلمع فكرة في دماغ شريك، فبيطلب منهم يسبقوه، وبيروح بسرعة يلف طرف السلسلة الحديد حوالين عمود حجري، وبيحشر السيف بتاعه بقوة وسط حلقات السلسلة عشان يعمل فرملة يدوية ويشكم الوحش ده. ولسوء الحظ التنينة لسه مكملة هجوم لحد ما بيوصلوا للجسر الخشب، وبسبب النار الجسر بينهار بيهم تماما. فبيمسكوا في الخشب المكسور بإيديهم واسنانهم وهم متعلقين بين السماء والأرض في مشهد يحبس الأنفاس. في اللحظة دي السلسلة الحديد بتقوم بالواجب وبتشتغل كأنها فرامل يد، وبتكلبش التنينة مكانها وبتمنعها توصل لهم، وبكده يقدروا ينفدوا بجلدهم أخيرا من حفل الشواء ده ويكملوا طريقهم بسلام. وأول ما بيوصلوا لبر الأمان بتبدأ فيونا تعيش الدور، وبتشكره بحرارة على شجاعته، وبتطلب منه يقلع الخوذة عشان تكحل عينيها برؤية فارس الأحلام. لكن شريك بيعمل نفسه مش سامع وبيرفض. فبتستغرب فيونا وبتسأله هو فين السيناريو؟ فين نظرات الحب والغرام اللي في الروايات؟ ساعتها شريك ودونكي بيفطسوا من الضحك على خيالها الواسع اللي سرحان في عالم ديزني. فبتتعصب فيونا والوش الملكي بيظهر وبتأمره يشيل الخوذة حالا. فبينفذ شريك طلبها، والمفاجأة بتكتشف ان البرنس طلع غول أخضر. فبيطمنها شريك انه مجرد مندوب توصيل للمهمة دي، وان العريس الحقيقي هو اللورد فاركواد. ولما بتسأله باستنكار هو ما جاش بنفسه ليه، بيقفل شريك الحوار وبيقول لها بيسألي لما نوصل عشان يلحقوا يكملوا طريقهم للمملكة قبل ما الوقت يسرقهم. وبيكملوا رحلتهم، وبتطلب فيونا من دونكي يديلها ملخص سريع عن مواصفات عريس الغفلة اللورد فاركواد. فبيرد شريك بدل الحمار وبيقول لها بتلقيح ما تقلقيش، الرجالة اللي في حجمه قليلين قوي في الدنيا دي. وبيفتح هو ودونكي في الضحك، لكن فيونا بتفهمهم غلط وبتقوله ان دي نفسنا عشان هو وحش واللورد أمير. ومع غروب الشمس بتبدأ ملامح فيونا تتغير 180 درجة، والتوتر بيكتب على وشها ايرور 404، وبتقول لهم بحسم إنها لازم تبيت دلوقتي حالا لأنها بتخاف من الضلمة. وبيحاول دونكي يعمل فيها بادي جارد وبيطمنها إن معاهم دبابة بشرية اسمها شريك. فبتتحول عليه فجأة وبتزعق بعصبية إنها لازم تلاقي مكان تنام فيه دلوقتي، يعني دلوقتي. وعشان يشتري دماغه بيشاور لها شريك على فتحة ضيقة بين الصخور، حاجة كده ما تلقش بقطة مش بأميرة. والغريب إنها بتقبل السكن في الشق ده فورا ومن غير ولا كلمة اعتراض. ومش بس كده، دي بتروح ناحية شجرة ضخمة وبتخلع منها حتة خشب كبيرة بمنتهى السهولة، ولا كأنها بتقشر موزة عشان تعملها باب، وبتدخل وبتقفل على نفسها. فبيقف شريك ودونكي متنحين، هي جابت الصحة دي منين؟ وعلشان يكسروا الملل في نص الليل بيبدأوا يعدوا النجوم. فبيسأل دونكي عن الخطط اللي جاية وبيرسم أحلام وردية عن حياتهم سوا في المستنقع. لكن شريك بيفوقه على كابوس وبيقوله بوش خشب المستنقع ده منطقة محظورة ليا لوحدي وبس،
وساعتها بيحس دونكي إن العشم قتله وبيزعل جدا لأن شريك مصر يبعده رغم كل اللي عمله. ومع ذلك دونكي ما بييأسش وبيقرر ينكش في الجرح ويسأله انت ليه واخد موقف من العالم كله؟ هنا بيفضفض شريك وبيخرج اللي في قلبه وبيقول انه المشكلة مش فيه، المشكلة في الناس اللي بتحكم عليه من الغلاف. بمجرد ما بيشوفوه بيصرخوا وبيجروا ولا كأنه بعبع من غير حتى ما يدوا لنفسهم فرصة يعرفوه بجد. وفي الوقت ده بتكون فيونا صاحية ورا بابها وسامعة الحوار كله، فبتحس بوجع قلبه وانها مش لوحدها اللي الدنيا جاية عليها. تاني يوم الصبح بتصحى فيونا بنشاط وكأنها ست بيت أصيلة وبتجهز لهم فطار ملوكي تعويضا يعني عن الليلة اللي فاتت، وبتقدم اعتذار شيك لشريك عن عصبيته. فبيقبل شريك الاعتذار بقلب أبيض وبيقوموا كلهم عشان يكملوا الرحلة للمملكة قبل ميعاد التسليم. وفي الطريق بيقتحم الكادر فجأة شخص غريب عامل فيها روبن هود النسخة الصيني وبيخطف فيونا من وسطهم، فاكر نفسه في مشهد نهاية فيلم هندي وجاي يخلصها من الوحش الشرير. فبتصده فيونا وبتقول له اركن انت وبتفهمه ان شريك هو اللي انقذها، لكن زعيمهم بيصمم يعمل فيها بطل وبيسلط رجالته كلهم على شريك عشان ياخدوا الأميرة عافية. وفي اللحظة دي بتتحول فيونا لجاكي شان وبتنزل فيهم ضرب وطحن وبتفرمهم كلهم في ثواني لوحدها من غير ما شريك يمد ايده. دي الأميرة طلعت سوابق. المهم بيبحلق شريك وهو مش مصدق ان دي نفس البنت الرقيقة بتاعت امبارح وبيسألها جابت الفورمة القتالية دي منين، فبترد عليه بابتسامة ثقة لما بتقعد لوحدك سنين بتكتشف مواهب ما كانتش على البال. وبيكملوا طريقهم بس المرة دي الجو بينهم اختلف، الضحكة بقت من القلب وكل واحد بدأ ينجذب للتاني ويشوفه بعين جديدة. شكلنا داخلين على قصة حب ولا ايه؟ المهم بيوصلوا أخيرا لتلة عالية كشف المملكة كلها قدامهم وفاضل تكة ويوصلوا، وبتبدأ الشمس تلملم ورقها وتغيب. في اللحظة دي بتقرر فيونا تضرب فرامل اليد وبتقول لهم بحسم إنها فصلت شحن ولازم تخيم هنا الليلة وبكرة الصبح بدري تدخل المملكة وهي فايقة عشان تقابل اللورد. فبيستغرب شريك من التوقيت، احنا قدام الباب يا بنتي، لكن عشان القلب وما يريد وهو ما صدق يقعد معاها شوية زيادة بيوافق فورا من غير نقاش. وبيقعدوا يجهزوا العشاء سوا وبياكلوا وهم في قمة الانسجام والضحك، عشاء رومانسي على الطريقة الغولية. وبيستغل شريك اللحظة الحلوة دي وبيعزمها تيجي تزوره في مستنقعه بعدين وهيعمل لها أحلى واجب، وبتوعده فيونا إنها أكيد هتيجي. لكن بمجرد ما الشمس بتختفي بتقوم بسرعة سندريلا ستايل وبتروح عشان تنام وتستخبى قبل ما السر ينكشف. وبيلاحظ دونكي إن الوايرلس شغال بين شريك وفيونا، فبيقرر يتقمص دور خطبة وينصحه يروح يصارحها بمشاعره ويشوف النتيجة، يا صابت يا خابت. وبيفضل شريك سهران طول الليل في مكانه بيحسبها يمين وشمال ومتردد ياخد الخطوة. على الناحية التانية بيدخل دونكي الكهف عشان يطمن على فيونا، فجأة بتظهر في وشه غولة خضرة ضخمة فبيتخض وبيرجع لورا وهو بيصرخ وبيقول يا نهار أبيض انت بلعتي الأميرة ولا ايه؟ فبتحاول الغولة تهديه وبتصدمه بالحقيقة وبتقوله اهدى يا مجنون انا فيونا، وبتحكي له قصة الشيفتات بتاعتها، الصبح برنسيسة زي القمر وبالليل بتتحول للنسخة دي، وان الحل الوحيد لفك النحس ده هو الحب الحقيقي، وعشان كده هي مستعجلة على جوازة فاركواد قبل ما الشمس تطلع والناس تشوف وشها الحقيقي وتخسر كل حاجة. وبتكمل كلامها بكثرة نفس وبتقول مين يعني العاقل اللي هيرضى يتجوز غول بشع ومخيف؟ ولسوء الحظ في اللحظة دي بيوصل شريك وجاي شايل قلبه على كفه عشان يعترف لها، وبمجرد ما بيسمع جملة غول بشع بياخد الكلام على نفسه وبيفتكر انها بتتكلم عنه هو، فبيتكسر قلبه 100 حتة وبيقرر يلف ويرجع في صمت وبيدفن مشاعره معاه للأبد. وبتكون فيونا مجهزة نفسها نفسيا انها تصارحه بالحقيقة المرة دي، لكن الشمس بتسبقها وبيطلع النهار فبترجع بني آدمة تاني قبل ما يوصل. وفجأة بيظهر شريك ووشه ما يجيبش الخير، ولما بتحاول تفتح معاه حوار بيصدها بوش خشب وبيقول لها انه سمع كل حاجة بودنه امبارح وانها عندها حق، من المجنون اللي يرضى يعيش مع وحش. هنا بتتصدم فيونا وبتفهم الكلام عليها هي يا وجع مربربة، فبتسكت والوجع باين على ملامحها. وفي عز النكد ده بيقتحم المكان موكب اللورد فاركواد اللي جاي على الحصان بتاعه اللي هو اطول منه شخصيا، وبنعرف ان شريك باع القضية وراح بلغهم بمكانها عشان يخلص الديل. فبتسأله فيونا والدموع في عينيها انت بجد عايزنا اتجوز ده؟ فبيجاوب شريك بمنتهى الرسميات انه بينفذ الاتفاق عشان يستلم مستنقعه. وساعتها بتاخد فيونا قرار انتقامي عشان تحرق دمه وبتوافق على عريس الغفلة فاركواد رغم انها بتشوف بعينيها انه ميدالية مفاتيح مش امير، وبتشترط ان الفرح يتم حالا ديليفري بقى قبل غروب الشمس عشان التنينة اللي جواها ما تظهرش في الكوشة وتعمل فضيحة. وبيكون شريك في قمة غضبه وخيبته راكبة جمل لدرجة ان اول ما دونكي بيحاول يفتح بقه بيسكته شريك
شريك وبيديله الوش الخشب وبيمنعه يمشي وراه خطوة واحدة، فبيسيبه وبيروح يمشي لوحده. وبيقف دونكي في الغابة عامل زي اليتيم مش فاهم الدنيا قلبت عليه ليه. وبيرجع شريك لمستنقعه والهم راكبه في الوقت اللي فيونا بتلبس فيه فستان الفرح وهي حاسة انها بتمضي على شهادة وفاتها مش قسيمة جواز. وبعد شوية بينزل دونكي على المستنقع بقلب جامد وبيرسم خط في الأرض وبيقول لشريك حق مكتسب، انا تعبت زيك وليا النص. فبيمسكوا في خناق بعض لحد ما شريك بيفجرها له في وشه، انا سمعتها بتقول اني وحش مقرف. فبيصحح له دونكي المعلومه بسرعه وبيقول له يا ناصح الكلام ما كانش عليك اصلا، دي قالت انها بتحبك. وبيطلب منه يروح يفهم منها بنفسه لانه ما يقدرش يكشف سرها وعامل فيها بقى الصندوق الاسود. فبيحتار شريك هيعمل ايه والوقت بيسرقهم. فبيحلها دونكي بصفاره واحده وبينادي على الحب التنينه اللي جت وراهم. وبنعرف انه فك اسرها فبتوصلهم طيارة للمملكة في أسرع توصيلة في التاريخ، أوبر تنين. في الأثناء دي بتكون فيونا واقفة في الكوشة جنب فاركواد والمأذون خلاص بيشطب، وقبل ما تنطق بكلمة الموافقة بيقتحم شريك الحفلة زي القضا المستعجل. وبيعتذر لها شريك قدام الكل إنه كان غشيم وما فهمش قصدها، وبيرمي قنبلة الاعتراف بحب. فبيخلي المعازيم كلهم يفتحوا بقهم من الصدمة. هو ده وقته؟ فبترد فيونا انها كمان عندها اعتراف خطير وبتشاور على الشمس وهي بتودع، وفي لحظة بتتحول لنسختها الغولية قدام الجمهور. وساعتها شريك بيفهم اللغز وبيقول لها عشان كده الكيمياء كانت عالية بينا. لكن فاركواد بيجيله انهيار عصبي، عروسته طلعت مقلب، فبيأمر الحرس يكلبشوهم ويرجعوها القلعة. وبيعلن نفسه ملك بالعافية وبيلبس التاج وهو فاكر انه خلاص سيطر. بس يا فرحة ما تمت، بتدخل التنينة وبتقتحم المشهد وبتظبطه وبتبلعه في لقمة واحدة بالهنا والشفا. وبعد ما الجو بيصفى بتعترف فيونا بحبها لشريك، وفجأة بتبدأ أنوار سحرية تظهر واللعنة بتتفك. بس التويست هنا إنها بتفضل غولة زي ما هي، الجمال جمال الروح يا جماعة. فبيطمنها شريك وبيقول لها انت كده قمر 14 في عيني. وبيقرروا يعملوا فرح شعبي يلم كل الكائنات العجيبة ويعيشوا في سعادة وأمان في المستنقع بتاعهم. وتوتا توتا خلصت الحدوتة. دي كانت حكاية شريك وفيونا اللي علمونا إن الحب الحقيقي مش لازم يكون بين أمير وسيم وأميرة ناعمة، ده ممكن يكون بين غولين لقوا راحتهم في مستنقع، وإن الجمال اللي بجد هو جمال الروح والقبول وحبة ديدان على العشاء كده. فلو سهرتنا عجبتك واستمتعت بالملخص ما تبخلش علينا باللايك الرايق، وانزل اشترك في القناة وفعل الجرس حالا عشان يوصلك كل جديد أول بأول. وخليك دايما فاكر لو بتحب الكرتون يبقى مكانك موفي تونز. وسلام.